الخبار اللي وقع هاد الايامات في العالم العربي وخلق واحد الصدمه الكبيره هو الهجوم الاسرائيلي اللي استهدف مقرات سكنيه تابعين للقيادات من حركه حماس في العاصمه القطريه الدوحه. هاد الحدث ماشي غير عادي، حيث اول مره كيتقال ان اسرائيل دارت عمليه عسكريه مباشره على اراضي دولي بحال قطر اللي عندها وزن سياسي واقتصادي كبير في العالم. قطر في بيان رسمي على لسان مجيد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية عبرت على غضبها العارم وأكدت أنها ما غاديش تهاون مع هذا السلوك المتهور اللي كيشكل تهديد مباشر لسيادتها والأمن مواطنيها والمقيمين فيها. الاعتداء الإسرائيلي ماشي غير هجوم عسكري، بل هو رسالة سياسية قوية كتحاول إسرائيل تبعتها لخصومها وللوسطاء، خصوصا وإن المقرات اللي استهدفت كانوا كيضموا أعضاء من المكتب السياسي الحماس اللي كيجتمعوا في هذه الأيامات في الدوحة باش يناقشوا المقترح الأمريكي اللي تقدم به الرئيس دونالد ترامب من أجل وقف إطلاق النار في غزة. هذا الاجتماع كان مهم بزاف لأنه كيجمع قيادات عليا من الحركة، وبالخصوص بوجود خليل الحية اللي معروف كواحد من أبرز وجوه التفاوض داخل حماس. إسرائيل قالت رسميا على لسان جيشها أنها استهدفت قيادة حماس في الدوحة، ولكن التصريحات اللي جات من طرف قيادي في الحركة الجزيرة وضحت أن الوفد نجا من محاولة اغتيال محبوكة بدقة، وأن الهجوم ما حققش الهدف ديالو، غير أن الرسالة وصلت. إسرائيل باغية توري أن حتى الدوحة ماشي آمنة بالنسبة لقيادة حماس. هاد التطورات كيخليو بزاف ديال التساؤلات مطروحة. كيفاش إسرائيل قدرت توصل وتنفذ هجوم في دولة بحال قطر اللي عندها منظومة دفاعية متطورة وعلاقات واسعة مع الغرب؟ واش كان تعاون استخباراتي من أطراف خارجية؟ واش هذه بداية مرحلة جديدة في المواجهة ما بين إسرائيل وحماس واللي غادي تنقل من غزة والدول المجاورة حتى العواصم عربية بعيدة؟ قطر بطبيعة الحال عندها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودايما كانت دائمة لغزة بالمساعدات المالية والسياسية وحتى اللوجستيكية. والدوحة معروفة بكونها الوسيط اللي كيتعامل مع جميع الأطراف: حماس، إسرائيل، أمريكا ومصر. يعني استهداف أراضيها كيمثل تحدي مباشر لدورها كوسيط ومحاولة باش يتقوض هذا الدور. الخارجية القطرية في بيانها وصفت الهجوم بالإجرامي، وقالت أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتهديد خطير للاستقرار الإقليمي. وزادت أوضحت أن التحقيقات غادي تجرى على أعلى مستوى، وأن تفاصيل إضافية غادي يتم الإعلان عليها في القريب. هاد العبارة كتبين أن الدوحة ما باغياش تطبيق الأحداث، ولكن في نفس الوقت ما غاديش تخلي هاد الاعتداء يمر مرور الكرام. من جهة أخرى بزاف ديال المراقبين كيشوفوا أن إسرائيل دارت هاد الخطوة باش تضغط على الوفد المفاوض ديال حماس، خصوصا وأن الاجتماع كان مخصص لمناقشة مبادرة ترامب.